عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، سهلة وبسيطة ومكوناتها في كل بيت. لو عندنا كوباية لبن ومعلقتين سكر، محتاجين بطاطتين بس، هنقدر نعمل صينية بطاطس تحفة 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 بجد. طعمها جميل وبجد هتضمنوا الوصفة دي وهتدمنوا انك تعملوها بالطريقة دي. الطريقة دي بجد سهلة وبسيطة، تحفة تحفة، كل حاجة فيها بسيطة جدا، في 5 دقايق تعملوها. لأول مرة يتابعني متنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة. معانا كده بالظبط بطاطين قطعناهم مكعبات رفيعة جدا، فضلنا نقطعها رفيع جدا. طبعا التقطيع مش متساوي بس مش مشكلة. هنجيب صينية وهنفضيها فيها بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هننزل عليهم بكوباية سكر. طبعا ممكن تحطوا ربع كوباية سكر بس براحتكم زي ما انتوا حابين، كل واحد وعلى حسب الرغبة بتاعته. بسم الله ما شاء الله. كده حطينا كوباية السكر مع بعض، وهنجيب بولة فيها بالظبط كوبايتين لبن كبار، هننزل عليهم بتسكرة فانيليا. طبعا اللي حابب براحته واللي مش عايز، بس هي بتدي ريحة وطعم جميل جدا لصينية البطاطا. هنقلب كده، هندوب الفانيليا في اللبن، وبعد كده هنحطها على جنب، وهنجيب معانا معلقتين بشر كبار هنحطها. طبعا اللي عايز يحط اي مكسرات تانية زي زبيب، لوز، بندق، سوداني، اي حاجة، بس انا قلت اختصر احطها بشر احسن، وهي بيدي طعمها حلو جميل جدا. جوز الهند انا حطيت كده معلقتين كبار رشتهم، وهننزل بكوبايتين لبن كده عليها زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة كده. كنت نزلت بكوبايتين اللبن وكده. هنا دي خطوة اضافية ممكن تعملوها وممكن لا، بس هي بتودي صينية البطاطا في حتة تانية. هنجيب معانا تسكاية كريم شانتيه وهنحط عليها كوباية لبن ساقعة او كوباية مية، وهنضربهم وهننزل بيهم على صينية البطاطا. ومعانا معلقة سمنة كبيرة هنوزعها على صينية البطاطا كده زي ما انتوا شايفين. انا وزعت في كل مكان، حطيت حتة بسيطة. زي ما انتوا شايفين كده هناخدها في الفرن بالظبط لمدة اللي بالظبط هتاخد في الفرن لمدة ربع ساعة. هنحطها، هنولع عليها من تحت الأول لحد ما تطيب، وبعد كده هنولع عليها من فوق تاخد لون خفيف عشان ما تتحرقش مننا لو ولعنا عليها من فوق على طول. زي ما انتوا شايفين كده كانت مستوية وطيبة وطعمها تحفة، سهلة جدا اي حد ممكن يعملها، وطعمها حلو، بسيطة جميلة جدا، تحفة بجد، كانت خطيرة بجد. اي حد ممكن يعملها، والوصفة دي سهلة وبسيطة. لأول مرة يشوفني ما تنسوش تدعموني، تعملوا لايك واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.